طيب عايزين نبدا بقى نتكلم عن حاجه اسمها الامريكان دايتري جايد لاينز. الامريكان دايتري جايد لاينز دي عباره عن التعليمات الامريكيه للاكل الصحي، بيحصل لها ابديت كل 5 سنين. كل 5 سنين بيتجمع مع مجموعه من العلماء، سواء دكاتره سواء اخصائيين تغذيه سواء من مختلف التخصصات ومختلف الجمعيات، عشان نبدا نحط، عايزين نشوف ايه الاكل اللي الامريكان ياكلوه عشان يعيشوا بشكل صحي. تمام؟ ده بيحصل كل قد ايه؟ كل 5 سنين. طيب ده بيسموه الامريكان دايتري جايد لاينز، وهو بيبقى اونلاين فور فري افيلبل. لو حضرتك بس اي حد دخل عمل سيرش على الامريكان دايتري جايد لاينز، اخر اصدار كان سنه 2020، وبعد كده الاصدار اللي بعديها بقى 2025. طيب الامريكان دايتري جايد لاينز بتتكلم على ان هي بتقسم الاكل لبعض الفود جروبس، 6 فود جروبس، عباره عن نشويات، بروتينات، دهون، خضار، فاكهه، البان. دي الست ايتمز او 6 حاجات اللي احنا محتاجين منهم ناكلهم بشكل يومي. وفي السابع ده بس ده اللي احنا المفروض نقلله قوي، اللي هو ايه؟ السكريات، الاملاح، الدهون المشبعه او الدهون المهدرجه. دي اللي احنا محتاجين ايه؟ ناكل منها بشكل قليل جدا او ما ناكلهاش خالص.